النهارده جايب لكم ملخص الحلقه الرابعه من حكايه اريل. بس قبل ما نبدا الفيديو عايزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك ويلا بينا. في الجزء اللي فات شفنا مع بعض ان اريل اصبح عضو رسمي في نقابه ناب التنين، قدر ان هو يشارك معاهم في المنافسه الاسبوعيه، وده عشان ينقذوا النقابه من الافلاس. لكن رئيس نقابه الشفره السوداء كان ليهم بالمرصاد، وقدر انه يحط قدامهم اقوى المغامرين الموجودين في نقابته واللي هم من الرتبه ايه، وبيكون هدفه ان هو يدمر النقابه دي عن بكره ابيها. لكن ده مش بيحصل، لان اول ما بتبدا المنافسه بنشوف ان اريل بيقدر انه يخلص عليهم واحد ورا التاني بكل سهوله. كل الموجودين كانوا مصدومين، لان المفروض ان اريل ده ما عندوش اي مهاره، وبيقدروا ان هم ينتصروا في المنافسه دي وانهم يكسبوا شويه فلوس، لان ليليا رهنت بكل ممتلكات النقابه على المبارزه دي، وحرفيا لو كانوا خسروا كانوا راحوا في الوباء. وبس كده يا عزيزي، يلا بينا نكمل باقي الحكايه. في نهايه اليوم لما بيرجعوا للنقابه بيبداوا يحتفلوا وبيخربوها، وايريل بيبقى متفاجئ ان ليليا بتكون عماله تشرب وتغني وبتكون خرباها. لكن بالنسبه لراينر بتقول له بقول لك فكك يا اسطى من الكلام ده وتعالى نشرب عصير مع بعض. المهم ان دلوقتي ايريل بيكون اهم شخص في النقابه، وقدر ان هو يخليهم ينتصروا ويخرجوا مؤقتا من وضعهم. وليليا عشان تخليه ما يسيبش النقابه بتعرض عليه الزواج، بيقول لها فكك مني، انا لو فكرت اني في يوم من الايام ارتبط بشخص فانسب واحده بالنسبه لي هتكون واحده زي راينر. طبعا هي اول ما بتسمع الكلام ده بتكون في قمه الاحراج، وبتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو انت عايز ترفضها شوف لك واحده تانية من غير ما تدخلني في الموضوع. ايريل بيقول لها ليه بتقولي الكلام ده؟ انا فعلا بتكلم بجد. بتقول له لا مفيش الكلام ده، كل الناس اللي حواليا بتشبهني بالرجاله بسبب ان انا بستعمل السيف للمبارزه، والكلام ده عموما مش في دماغي. اهم حاجه دلوقتي اني انا اكون اقوى مبارزه بمدينه السيوف. وبعد كده بنشوف ان هم بينزلوا تاني لساحه التدريب، وبنشوف ان راينا بتمسك ايريل وبتبدا بقى تلطش له كالمعتاد. بتقول له مش كفايه كده ولا ايه؟ انت لو فضلنا كده فعظمك كله تقريبا هيتكسر. بيقول لها هو ده اللي انا عايزه بالضبط، لان ديت انسب طريقه عشان اقدر ان انا اتقن بها مهاره الصمود، وانا اصلا مش هقدر ان انا اكتسب المهاره دي غير بشخص انا فعلا بثق فيه. وبنشوف ان ابو ليليا بيوصل لعندهم، وزي ما انتم عارفين ان هو اصلا بيكون رئيس النقابه، بس بيكون ما يعرفش ايه اللي حصل اصلا. بنته بتبدا تحكي له عن اللي هم بيكونوا قدروا يعملوه في قلب المبارزه، وان هم انتصروا، وفوق كل ده كمان قدروا ان هم ينقذوا النقابه من الافلاس، وقدروا يسدوا كل ديونهم. وكمان اللي كانوا ضدهم هم نقابه الشفره السوداء، اقوى نقابه موجوده في الوقت الحالي. بيقول لها اكيد هم استهانوا بيكم عشان كده قرروا انهم يحطوا قدامكم اضعف المبارزين. لكن هي بتقول له لا مفيش الكلام ده بالعكس كانوا كلهم من الرتبه ايه، اعلى رتبه موجوده في النقابه، والفضل يرجع لايريل في الانتصار لان هو اللي قدر يهزمهم كلهم لوحده. بيقول لها يعني الفتى ده اللي لسه منضم لينا جديد من كام يوم هو دلوقتي اقوى واحد في النقابه؟ عموما انتوا متفائلين زياده عن اللزوم، ولو هو فعلا بالقوه اللي انتوا بتتكلموا عليها دي اكيد اي نقابه تانية غيرنا هتقدر انها تستقطبه وتدفع له شويه فلوس عشان احنا مش هنقدر ندفعها له. بتقول له من الناحيه دي ما تقلقش. هنا بقى ايريل بيقطع الكلام وبيقول اي نعم هي ممكن تكون متخلفه حبتين، لكن هي افضل من ناس كتير بتستسلم وما بتحاولش انها تعمل اي حاجه. رئيس النقابه بيقول له انت بتقول ايه بالظبط؟ ايريل بيقول له بطل تكون محبط وابدا بقى انك تتصرف شبه الرجاله، ما انت مش واعي باللي بيحصل قدامك، فانت شخص تافه. اي نعم انت خسرت واحده من دراعاتك، ولكن بايدك التانيه تقدر ان انت تكمل مبارزه. رئيس النقابه بيتعصب عليه جدا وبيقول له انت تعرف ايه عن واحد كان بيستعمل سيفين ودلوقتي مش قادر ان هو يمسكهم؟ حتى لو بالفعل انا لسه بمتلك مهارات فكلها تقريبا ملهاش لازمه. لكن ايريل بيقول له انت غلطان، لان اللي قدامك ده اصلا ما عندوش اي مهاره، ومع الرغم من كده قدر ان هو يهزم مغامرين من الرتبه ايه. الرئيس لما بيحس ان هو اتهان بيقرر ان هو يسيبه ويمشي، وايريل بيقول لهم اي نعم هو بيكون خسر واحده من دراعاته، ولكن لغايه دلوقتي هو جامد جدا. امر مؤسف ان هي دي تكون نهايته. ليليا بتشكره عشان المفروض ان الكلام ده بدا ان هو ياثر في والدها، واكيد هيعمل حاجه. وراينر بتقول مظبوط، اظن هو كل اللي محتاجه ان هو يستعيد الشغف بتاعه، واكيد هيرجع تاني قوي وافضل مبارز زي ما كان. ايريل بيقول لهم انا متحمس جدا ان اتعلم منه المهارات اللي هو بيمتلكها، لان انا متاكد هتعلم منه كتير مع الرغم ان هو مش في كامل قوته. ليليا بتقول له بما انك عايز تكتسب مهارات جديده ايه رايك ان احنا ننزل الزنزانه؟ طبعا هو بيكون مش عارف اي حاجه، وراينر بتبدا بقى تعرفه ان في زنزانه ضخمه بتكون موجوده تحت المدينه مليانه بالفخاخ وكمان الوحوش. طبعا صاحبنا بيكون متحمس جدا لان دي هتكون انسب طريقه يقدر ان هو يتدرب بيها. راينر بتقول له عموما احنا كده كده لازم نستعد احنا كمان لمبارزات كاس السيف، وبتبدا بقى تعرفه ان البطوله دي بيتحدى فيها اقوى المبارزين في سبيل واحد بس، ان هم يكتشفوا مين اقوى مبارز موجود في المدينه في الوقت الحالي. ليليا بتقول له على ما اظن ان انت عايز تشارك في المبارزه دي، ايه رايك ان انت تملى الاستماره دي؟ هنا ايريل بيمسك الاستماره دي وبيقطعها. راينر بتكون مستغربه وتقول له ليه انت عملت كده؟ انت مش عايز تشارك في المبارزه ولا ايه؟ وايريل بيقول لها مين قال كده؟ بس البنت اللي قدامك دي كانت جايبه عقد جواز مش استماره عشان نخش بيها المبارزه. بتقول له كنت بهزر معاك مش اكتر. وبما ان ايريل بيكون جايب اخره منها بيقرر بقى ان هو يخنقها. وفي مكان تاني بنشوف ان في شخص بيستعمل بلوره سحريه وقادر ان هو يراقبهم من بعيد، ومره واحده بنشوف ان رئيس نقابه الشفره السوداء بيوصل لعنده عشان
عشان يعرف هو بيكون وصل لفين. وبيبدأ يعرفوا ان ايرل واصدقائه قرروا ان هم يخشوا الزنزانة في تاني يوم، وبيقول له بس كده، ومن الواضح يا عزيزي ان هو ناوي على حاجة مش تمام. وفي تاني يوم بالفعل بنشوف ان الشلة الكريمة بتاعتنا بيكونوا وصلوا عند المبنى، وعلى جميع الاحوال من الواضح ان المكان مزدحم بالناس. راينر بقى بتقول له مظبوط، لان تقريبا كل الناس الموجودة هنا جايين عشان يبدأوا يستعدوا لمبارزات كأس السيف. الناس بيكونوا واقفين طابور عشان يقفوا على الدائرة السحرية دي. ليليا بتبدأ تعرفه ان دي بتكون تعويذة للانتقال الآني، ويقدر انها تنقل شخص للطابق اللي هو بيكون فيه قبل كده. يعني على سبيل المثال انا بقى من خلال الدائرة دي اقدر فورا اروح للطابق ال12. اما بقى بالنسبة لراينر فبتتعرفوا ان هي كمان تقدر انها توصل للطابق ال14. بيقول لهم يعني لو رحت مع راينر دلوقتي هقدر ان انا اوصل للطابق ال14 على طول، ولكن ليليا بتعرفوا ان الكلام ده مش هينفع، لازم في الاول انه ينزل طابق ورا التاني. بعد كده بنشوف ان الثلاثة دول قرروا ان هم يكملوا طريقهم مع بعض لغاية ما يخشوا اول طابق، وبيكون في استقبالهم 2 من الفرسان المدرعين. بمجرد ما يبداوا ان هم يشتبكوا مع بعض الفارس اللي قدام ايرل بيختفي من قدامه وبيظهر من وراه، ولسه هيديله واحده يخلص عليه، لكن ابننا بيكون قادر ان هو يتفادى الهجمه دي بكل سهوله، وبيقرر بقى ان هو ينقض عليه وبيطير راسه. هنا بقى بتكون المفاجاه، مع الرغم ان هو بيكون قطع راس الفارس بيبدا انه يتحرك وبيهجم عليه. ايرل ما بيكونش فاهم اي حاجه. وهنا بقى رايرا بتبدا تشرح ان دول بيكونوا عباره عن وحوش سحريه بتستمد قوتها من المتاهه، وبيقرر ايرل انه ينقض عليه للمره الثانيه، ولكن بيقطع له رجليه المره دي. وبنشوف ان رايرا بتكون خلصت على الفارس اللي كان قدامها. ايرل بيكون متفاجئ ان هم مره واحده بيكونوا وقفوا عن الحركه، فبتبدا تشرح له انه بعد شويه وقت الوحوش دي هتبدا تستمد قوتها السحريه تاني وهتبدا انها تهجم علينا، وعشان كده لازم ان احنا نستغل الفرصه دي ونكمل طريقنا. وكل اللي ايرل كان بيفكر فيه ان الوحوش دي مناسبه جدا ليه عشان يبدا انه يتدرب عليهم. بنكمل طريقنا ومره واحده بنتفاجئ ان في حد بيطلب المساعده. بعد لحظات بيظهر بقى قدامهم واحد بيكون مجروح جامد، بيبدا يعرفهم ان هو بيكون دخل غرفه جديده لاول مره وتفعل فيها فخ، فبسبب كده فهو بيكون اتبهدل. راينر بتقول له المخرج قريب من هنا، ايه رايك ان احنا ناخدك لهناك؟ فهو بيعترض وبيعرفهم ان اصدقائه لغايه دلوقتي بيكونوا لسه محبوسين في الاوضه. بيبدا يترجاهم وبيطلب منهم المساعده عشان ينقذهم. وهنا ليليا بتعترض وبتقول له احنا مش هنعمل اي حاجه بدون اي مقابل، لان اي شخص موجود هنا في الديماس فهو مسؤول عن حمايه نفسه. لو عايز يعني يطلب المساعده فالمفروض يعني ان هو يدفع ثمنها. وبيلاقيش قدامه اي خيار تاني، وبيقرر انه يطلع لهم كل الفلوس اللي بتكون معاه. بتاخدهم منه وبتقول له يلا بينا. لكن هنا ايرل بيقول لهم انتوا مش شايفين الموضوع بيكون غريب شويه؟ ليليا بتقول له غريب ليه؟ احنا فعلا خدنا شويه فلوس اهي. لكن هو بيقول لها انا مش قصدي الفلوس، انا قصدي ان الراجل ذات نفسه وبيكون شكله مريب، لان من العادي الناس اللي بتنزف دم كتير زيه بيفقدوا الحمايه الخاصه بهم. لكن هنا بقى ليليا بتقول له بغض النظر عن اي حاجه احنا دلوقتي قدرنا نحصل على المقابل، ويلا بقى بينا نساعده. وبالفعل بعد لحظات بنشوفهم وهو بياخدهم معاه للغرفه اللي المفروض اصدقائه بيكونوا موجودين فيها. وايرل بيكون متاكد ان الشخص اللي قدامهم ده بيلعب بيهم، لان في يوم من الايام لما فقد دم زيه فهو اصلا ما كانش قادر يمشي. ده بقى اللي بياكد له ان هو بيكون متصاب اصابات مزيفه مش اكتر. لكن بغض النظر عن اي حاجه فانا متحمس جدا، الامور هتبدا تبقى مثيره. وبعد شويه مشي بنشوفه بياخدهم عند حيطه وبيعرفهم ان في زرار كده بيوديهم للغرفه السريه. وبعد ما الغرفه دي بتتفتح بنتفاجئوا ان مفيش حد موجود في الاوضه، فبيسالوا نفسهم هو احنا جينا متاخر ولا ايه؟ ليليا بتقول لهم بصوا في بقعه دم كبيره هناك. ولكن اول ما بتلاحظ عمله معدنيه بتقرر بقى انها تجري عليها. مجرد ما بتشيلها من على الارض بنشوف في دائره سحريه بتتلف حواليهم. وهنا بقى راينر بتدرك ان هم بيكونوا واقعين في فخ، وان هم هينتقلوا دلوقتي لمكان مختلف تماما. واللي بيكون جايبهم لهنا بيكون مبتسم وبيقول زي ما انا كنت متوقع ان البنت دي هتطمع اول لما تشوف الفلوس هتجري عليها، بس اللي ما كانش عامل حسابه ان الدائره السحريه دي بتكبر وبتاخده هي كمان بالمره. ومره واحده بنشوف ان في ضوء شديد بيظهر في المكان، وبمجرد ما بيختفي بيتفاجئوا ان هم بيكونوا موجودين دلوقتي في مكان مختلف تماما. ولما بيبصوا حواليهم مش بيكون في اي مخرج. راينر بقى بتقول له ان انا دخلت الديماس كتير قبل كده، ولكن المكان ده اول مره اشوفه. في الغالب هو بيكون اعمق من الطابق 14 اللي انا وصلت له. وبنشوف اللي بيكون جابهم للمكان ده بيكون عمال يصيح في الزاويه. هنا بقى ليليا بتقوم وتقول له انت لازم تفصل لنا كل اللي بيحصل ده. لكن مجرد ما بتقوم بتشوف انها بتزق العمله الذهبيه بتاعتها لنص الغرفه وبتفعل فخ جديد. وبيعرف ان هو امرهم يجيبهم للمكان ده عشان يوصلوا لمكان الفخ العملاق ده وما يقدروش ان هم يهربوا منه. مره واحده بنشوف ان في فارس مدرع بيظهر قدامهم. بيتضح ان هو بيكون عباره عن وحش مصنف من ملك السيوف وبيمتلك مهاره متقدمه. ده بقى اللي بيخليهم متفاجئين لانهم كانوا مفكرين الوحوش دي عباره عن اسطوره مش اكتر. ايرل بيتاكد ان الشخص اللي قدامهم ده هيهجم عليهم، فبينزل بقى ليليا لتحت. وبالنسبه للهجوم بنشوف ان هو حرفيا بيدغدغ المكان. طبعا ما فيش ولا واحد فيهم بيكون فاهم اي حاجه، وايرل بيفسر لهم ان المهاره اللي بيكون استعملها دي
دي هي ضرب الرياح. فجأة بنشوف ان الفارس اللي قدامهم ده بيختفي وبيظهر قدام ايريل وبيهجم عليه وبيخبطه في الجدار. ايريل بيكون متحمس للقتال لان هو بيكون قادر يتصدر المهارة دي بمهارة الصلابة. بعد ما الفارس ده بيبعد عنه وبيقول لهم ان دي تعتبر فرصة مثالية عشان اقدر ان انا اختبر قدراتي، هو مش بيستنى اصلا يسمع منهم الكلام وبيبدأ ان هو ينقض على الفارس ده ويبدأ بقى انه يهجم عليه بهجمات متتالية، واللي معاه بيكونوا مندهشين من سرعته. وبدون اي مقدمات بنشوف ان الفارس ده مرة واحدة بيبدأ ان هو يفعل الهالة بتاعته وبيخلي كل اللي قدامه يركع على الارض. هنا بقى ايريل بيكون واقف ولا بيكون مهتم بالكلام ده ولا متأثر، ويبدأ ان هو يفتكر تدريباته مع والدته، هي كمان كانت بتستعمل نفس المهارة دي. طبعا المهارة دي بيكون اسمها مهارة الهبة، وبتعرفه ان اي حد بيقدر ان هو يستعملها بيثبت العدو اللي قدامه وبالتالي يقدر ان هو ينقض عليه بكل اريحية، وبتعرفه ان هو لازم يقاوم المهارة دي قبل ما هي تهجم عليه. بنرجع بقى وبيشيل العملة اللي مرمية على الارض وبيرميها في وش الفارس ده عشان يبطل بيها المهارة بتاعته، وبيظهر من فوق وبيقرر انه يستعمل مهارة الانفجار وحرفيا بيفرتكه. بعد كده بنشوف ان هم بيقعدوا وبيفتحوا معاه تحقيق عشان يعرفوا ازاي هو قدر يكتسب كل المهارات دي، وبيقول لهم بكل بساطة انا اتدربت تحت ايد والدتي. راينر بتقول له ثواني كده، والدتك ملقبة باسم اميرة السيف مش ملكة السيوف، ولكن ايريل بيعرفها ان هي فعلا ملكة السيوف، ولكن هي عشان متواضعة حبتين قررت انها تسمي نفسها باميرة السيف عادي عشان ما حدش يجذب الانتباه حواليها. هي بتقول له طب ما كنت تقول كده من بدري، لو اعرف كده ما كنتش دخلت معاك في منافسة اصلا. بعد لحظات قليلة بنشوف ان نفس التعويذة بتتفعل تاني عشان يقدروا ان هم يخرجوا من نفس المكان اللي هم بيكونوا دخلوه. اما بقى بالنسبة للي معاهم اللي بيكون ورطهم الورطة دي، ليليا بتبدأ تتكلم معاه وبتعرفه ان هو يقدر يخرج. من الواضح كده ان ايريل مش متضايق من الموضوع، فاحنا مش هنعاقبك المرة دي. نسيبهم بقى دلوقتي يا عزيزي وعزيزتي ونروح لرئيس نقابة ناب التنين، وبنشوف ان هو بيكون موجود في الحانة وبيسمع ان في 3 عمالين يتكلموا مع بعض وبيقولوا انهم ورطوا اعضاء نقابة ناب التنين في فخ ومش هيقدروا ان هم يخرجوا منه ابدا. طبعا هو لما بيسمع الكلام ده بيكون مصدوم لان هم بيتكلموا على بنته، وبيقوم مدغدغ ترابيزه ضيعه فوق دماغهم وبيقول لهم انتوا لازم تحكوا لي على كل حاجه. ومره واحده بنشوف ان في شخص بيظهر من وراه، وايوه يا صاحبي هو ده بقى بيكون جورج زعيم نقابه الناب الاسود. هنا بقى رودو بيتاكد ان هو بيكون ورا كل حاجه حصلت له. بيقول له بصراحه كده انا جايلك بشويه اخبار حزينه، ان في شويه من اعضاء نقابتي وبنتك واللي معاها بيكونوا دخلوا في مكان كده ووقعوا في فخ وشكله خطير ومش هيقدروا يخرجوا منه للاسف. رودو بيقع على الارض وبيكون حزين جدا بسبب ان هو بيكون فقد بنته، لكن بعد لحظات قليله بنشوف ان الشله بتاعتنا بيكونوا وصلوا للمكان ده طبعا عشان يشربوا وياكلوا بسبب الانتصار العظيم اللي ايريل عمله. وليليا بتتفاجئ ان والدها بيكون موجود وبيجري عليها عشان يطمن هو كمان. جورج اول ما بيشوفهم بيكون مستشاط من الغضب، اصل على حسب خطته ان هم دلوقتي المفروض يكونوا في عداد الموتى، ولما بيرجع للنقابه بتاعته بيكون واضح ان هو بيكون حقد على نقابه ناب التنين لابعد حد، لانها كانت اقوى نقابه لفتره طويله من الزمن، يعني زي مانشستر يونايتد كده. وهو دلوقتي مضطر ان هو يواجه واحد ما عندوش اي مهاره، وبيتفاجئ ان في سيف شيطاني بيبدا يتكلم معاه وبيقول له بسبب الكره والحقد اللي انت بتمتلكه فانا اقدر ان انا انفذ لك كل رغباتك. ومن واضح كده يا صديقي ان في حاجات كتير جايه قدام، وعشان نعرف اللي هيحصل في الحلقات الجديده فلايكك وشيرك وسبسكرايبك. استنونا في بقيه الاجزاء. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.